إلى تونس، حيث حاول شاب في العقد الثاني من عمره الانتحار وأضرم النار في جسمه بعدما صب البنزين عليه، وذلك احتجاجا على مصادرة عربته المتنقلة من قبل سلطات محلية. لطفي البوعزيزي حاول الانتحار أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، وتم نقله إلى مستشفى المدينة حيث شخصت حروقه بالبليغة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي في محافظة سيدي بوزيد، محمد غزلاني. أستاذ محمد، ماذا يحدث برأيك في منطقة سيدي بوزيد؟ البعض يتحدث عن تصاعد للتوتر في هذه المنطقة، ما هي خلفية هذه الأحداث؟ نعم بالفعل. قبل كل شيء أريد أن أصحح الكاتب العام للحزب الديمقراطي التقدمي في محافظة سيدي بوزيد. أيضا هو اسم الضحية هو محمد بوعزيزي. بالفعل المئات من المواطنين هم الان معتصمون امام مقر الولايه للاحتجاج على هذه المأساة التي تعيشها ولايه سيدي بوزيد اليوم. محمد البوعزيزي صاحب شهاده اضطرته البطاله الى العمل في مجال التجاره المتجوله، بيع الخضر والغلال. اتصل به عون تراتيب البلديه وأعلمه بعدم قانونيه نشاطه واراد حجز البضاعه التي كانت لديه، لكن محمد البوعزيزي رفض وامتنع عن تسليم بضاعته، فتقدم بشكوى لدى الولايه، لكن اوصلت الابواب في وجهه فقام بإضرام النار في جسده. نعم. وتأكد الخبر بخبر وفاته انه صحته حرجه للغايه نعم يعني لكن البعض يتحدث عن حالة عامة من التوتر في هذه المنطقة من تونس، هل هذا صحيح؟ وما هي خلفية هذا التوتر؟ نعم، هي ليست الحالة الأولى للانتحار. هناك مثلا في المنطقة المحاذية في سيدة جلمة معتمدة جلمة هناك أكثر من 5 حالات في ظرف شهرين، والبطالة هي على إحدى الأسباب. ولاية سيدي بوزيد تعيش التهميش واللامبالاة، تعيش الحيف والحرمان، ليست هناك تنمية عادلة، ليس هناك تراجع. مسيرة التنمية في سيدي بوزيد هي من بين الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة الغريبة. شكرا جزيلا لك. كنت